كأنها شيء محسوس وكلام صح ومش مردود. حكاية عن الشيخ محمود، حكاية عن الشيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بحبايب قلبي، مرحبا بحبايب الحلوين مع حكايات عم محمود. وما زلنا بنشرح الموسوعة الذهبية للطفل والشاب والأسرة المسلمة، وما زلنا مع كتاب قصص الرسول. وزي ما اتفقنا وزي ما بنتفق دايما واحنا خلاص عرفنا بقى، يعني ما دمنا هنبدأ حلقة حكايات عم محمود يبقى كل واحد قاعد قدامي وكل بنت قاعدة قدامي تقبل ايد الام والاب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم دايما برين بابائكم وامهاتكم، وحنينين على ابائكم وامهاتكم، ومحبين لبعض ومحبين لبلدكم. ربنا يحفظكم وينفع بيكم البلاد والعباد يا رب العالمين. عم محمود هتحكي لنا النهارده حكايه ايه؟ حكايه حلوه قوي. انا دايما بحب الحكايه دي بالذات، بحب دايما اسمعها عشان الواحد يفتكر نعمه ربنا عليه، وعلشان الواحد دايما كل ما ربنا يرزقه برزق يفتكر الناس اللي حرموا من نعمه الرزق او من اي نعمه. لان الرزق ده حبايب قلبي عايزين نعرف الرزق الاول. هو الرزق ده عباره عن ايه؟ هل الرزق فقط فلوس؟ ابدا. كون ان ربنا يرزقني بالنعمة الإسلام ده أعظم رزق. كون إن ربنا يرزقني الخلق الطيب ده رزق. كون إن ربنا يرزقني بالبسمة الحلوة الجميلة عشان أبتسم في وش الناس ده رزق. في ناس على طول مكشرة وضربة ال 111 ومقفلة الدنيا، فالحمد لله ده رزق. كون إن ربنا يرزقك بالاجتهاد والذكاء في الدراسة والنجاح ده رزق. راحة البال رزق. الأم والأب رزق. مش عارف اقول لكم ايه، حسن الخلق رزق، الاكل والشرب رزق، والفلوس رزق. لكن مش هو كل حاجة الفلوس. فتعالوا النهاردة نشوف قصة الثلاثة. مين الثلاثة دول يا حبايب قلبي؟ دول ثلاثة أراد المولى عز وجل ان هو يختبرهم. فالاختبار ده كان ليه نتيجة جميلة قوي، هنتعلم منها حاجات كتيرة قوي. بس تعالوا نشوف مين هم الثلاثة. الثلاثة بيتحكي قصتهم ان هم كانوا ثلاثة عايشين في مدينة جميلة جدا جدا بتطل على البحر كده، ومدينة حلوة قوي قوي. وكان كل واحد فيهم ربنا ابتلاه بابتلاء معين. الاولاني كان ابرص، وهقول لكم يعني ايه ابرص دلوقتي. والتاني كان اقرع، والتالت كان اعمى. يبقى الأبرص والأقرع والأعمى هم دول الثلاثة اللي ربنا أراد أنه يختبرهم عشان يعلمنا درس كبير جدا جدا في إزاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى، وإزاي نعرف قدر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، علشان دايما نقول له شكرا يا رب، بنشكرك وبنحمدك على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. فالأولاني كان رجل أبرص. أبرص يعني يا حبايب قلبي، البرص مرض في الجلد بيصيب الجلد. ربنا يا رب يشفي كل مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فالبرص مرض بيصيب الجلد في أي مكان في الجسم، بيخلي جزء أبيض وجزء مثلا أسود، أو جزء مثلا أبيض وجزء قمحي. فيبقى الجلد كأنه مبقع، حتة بيضة وحتة قمحي، حتة بيضة وحتة قمحي. فتلاقي جلد الوش وجلد الجسم والإيد والرجلين كل جسمه بيبقى عبارة عن قطع مبقعة. ده اسمه الأبرص. ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فده الرجل الأولاني. والتاني كان أقرع. طبعا انتوا عارفين الأقرع اللي هو ما فيش شعر في راسه، تمام؟ لان بعض الناس احيانا بقى بتقعد بقى ايه يعني ايه، بيقعدوا يعني انا سمعت في بعض الشباب كان ماشي وكان يعني بيتريق على واحد ماشي في الشارع لحيته كبيره قوي 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 وما فيش في راسه شعر خالص، فبيقول ما شاء الله غزارة في الانتاج وسوء في التوزيع. فيعني الموضوع يعني فالمهم ايه، فالرجل الثاني اقرع ما فيش في راسه اي حاجه خالص. وأذكر حبايب قلبي طرفة كده كانت جميلة. كنت في يوم من الأيام بشتري عطور من عند واحد راجل صاحب محل عطور، والراجل ده طيب جدا وجميل جدا وإنسان خلوق قوي. وكان في نفس الحكاية ديت إن هو إيه أقرع خالص وما كانش في راسه أي حاجة خالص غير حز شعر بسيط كده جدا.
فاحنا واقفين بنشتري، وانا مجموعه من الشباب كتير جدا واقفين بنشتري منه عطور وكده. وبعدين فجاه جت واحده متبرجه وراحت واقفه، وبعدين بتقول له لو سمحت حضرتك عندك زيت شعر يغذي الشعر؟ قال لها لا يا فندم، انا عندي زيت يخليهولك زي شعري. فطبعا البنت لما بصت طبعا يعني فطست على روحها من الضحك، واحنا كنا هنقع على الارض من كتر الضحك. يبقى الراجل الاولاني كان ابرص، والتاني كان اقرع، والتالت كان اعمى. ربنا حرمه من نعمه البصر. واحيانا يا حبايب قلبي الإنسان ممكن يتحرم من نعمة البصر، لكن اللي أجمل من نعمة البصر نعمة البصيرة. إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان بقلب طاهر يقدر يفرق بيه بين الحق والباطل، بين الكذب والصدق، بين الخير وبين الشر، بين الخيانة وبين الأمانة. في ناس كده جميلة جدا عن رغم أنها فقدت نعمة البصر إلا إن ربنا عوضها بنعمة البصيرة. تعالوا بقى نبدأ القصة. القصة ان ربنا اراد انه يختبر الثلاثة دولت عشان يورينا مين اكتر واحد فيهم كان انسان عنده نعمة الوفاء ونعمة التحدث بنعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام ربنا اراد انه يختبر الثلاثة، فارسل ملك في صورة بشر. هو اصلا ملاك، لكن ربنا ارسله ليهم في صورة رجل عادي جدا. فدخل اولا على الابرص فقال له ايه رايك؟ انا عايزك اقول لك انك ممكن دلوقتي تتمنى اي امنيه عايز تتمناها دلوقتي، انا هحقق لك الامنيه بتاعتك في غمضه عين. تتمنى ايه؟ فقال له يعني وانت تقدر تحقق لي امنياتي؟ قال له كل امنياتك. قال له اتمنى ان انا ربنا يشفيني من البرص اللي انا فيه ده، لان الناس بتبقى متضايقه مني ومحدش بيرضى يقرب لي، رغم ان البرص اصلا مرض مش معدي، بس الناس متضايقه مني وبيقعدوا يبصوا بصات بتضايقني وبتألمني نفسيا. وده درس حلو قوي يا حبايبي، ان لما نشوف انسان مبتلى باي مرض او باي حاجه ما نقعدش نبص له على مكان المرض علشان نسبب له حرج. ليه؟ وما نقعدش نتريق عليه، وما نقعدش نتكلم معاه باسلوب نحسسه ان احنا بقى الحمد لله كويسين وانت اللي مريض، ونحسسه بالعجز. ده من سلوكيات ومن الاخلاقيات الاسلاميه الجميله قوي قوي، ان احنا ما نحسسش حد بنقطه ضعفه ولا نحسسه بالمرض بتاعه، بل بالعكس نعمل نفسنا كاننا مش شايفين حاجه بالمره. يعني ما يجيش لاقي واحد مثلا ايديه مشوهه وافضل قاعد اكلمه وانا باصص على ايديه. ما يجيش لواحد الاقي مثلا عفوا اقرع وانا طول ما انا قاعد بكلمه عمال ابص على يعني على راسه كده. ما يجيش واحد مثلا عنده عفوا حول في عينيه واجي عمال ابص له على عينيه. ما يجيش لواحد عنده مثلا مشكله في وشه، تشوه في وشه، وانا عمال ابص له على التشوه. ده مش من ذوقيات الاسلام، والمسلم دايما عنده ذوق رفيع. فالرجل قال له أنا أمنية حياتي إن أنا يعني تزل بقى البرص اللي في جسمي ده وكده عشان أبقى بقى سليم كده وحلو ومفيش أي مشكلة ومحدش يتريق عليا. قال له طيب بسم الله، وراح ماسح على جسمه كله فزال البرص من كل حتة في جسمه. الراجل بقى مش مصدق نفسه، فرحان جدا فرحة كبيرة. ايه معقولة؟ فين البرص اللي كان في ايديا؟ ده البرص راح، ده الحمد لله، ده انا خفيت، ده انا بقيت زي الفل، الحمد لله رب العالمين. وبقى مش مصدق نفسه ان البرص اللي كان فيه واللي كان مسبب له إحراج ومسبب له أزمة نفسية وناس كتيرة اتريقت عليه وسببت له مضايقات، الحمد لله راح منه البرص وما بقاش في أي حاجة بالمرة. فالملك اللي هو في صورة بشر قال له إيه رأيك بقى؟ ما دمت أنت كان عندك البرص وربنا أكرمني وأزلت عنك البرص، إيه اللي تتمناه تاني؟ التلاتة خدوا بالكم كانوا فقراء جدا، يعني ده أبرص وفقير، وده أقرع وفقير، وده أعمى وفقير. التلاتة كانوا فقراء. قال له أنا فقير وعايز أي حاجة بقى كده عشان أقدر أعمل مشروع. قال له بتحب إيه من المال؟ قال له بحب الإبل الجمال. قال له خلاص ماشي. فراح مديه ناقة عشراء. يعني إيه ناقة عشراء؟ يعني ناقة يعني جمل بس أنثى حامل في الشهر العاشر، يعني خلاص هتولد مباشرة. وراح فوق ده كله كمان يا حبايب قلبي راح داعي له، قال له بارك الله لك فيها. وبالفعل يا حبايب قلبي ربنا أكرمه
والناقة ديت ولدت، طلعت كم جمل كده زنطتين، والجمال كبرت وتزاوجوا وكتروا لحد ما بقى عنده وادي كبير جدا ما شاء الله، وادي بين جبلين مليان كله جمال. يبقى بعد ما كان أبرص ما بقاش أبرص، بقى سليم جدا ما شاء الله. وبعد ما كان فقير بقى غني جدا وعنده وادي من الإبل. راح الملك للتاني، التاني كان أقرع. إيه اللي حصل بين الملك وبين الرجل الأقرع؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيب قلبي اللي ملحقش يقبل إيد أمه وأبوه، قبل إيد أمه وأبوه، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل قصة الأبرص والأقرع والأعمى. الملك احنا قلنا انه عدى على الأبرص، قال له تتمنى ايه؟ قال له اتمنى ان يعني تزيل البرص ده من جسمي. فالملك مسح على جسمه، فربنا سبحانه وتعالى أزال البرص عن هذا الرجل. قال له تتمنى ايه من المال؟ قال له انا بحب قوي الإبل، الجمال. فأعطاه ناقة حامل في الشهر العاشر، فولدت، وقال له بارك الله فيها، فولدت وما شاء الله بقى عنده وادي من الإبل، بقى رجل غني جدا. راح الملك في صورة بشر للرجل الثاني اللي هو أقرع، فدخل سلام عليكم وعليكم السلام. قال له ايه رأيك؟ اي امنية تتمناها في حياتك ان شاء الله حققها، يعني هقدر ان انا احقق لك الامنية بتاعتك ديت بفضل الله سبحانه وتعالى. قال له تقدر؟ قال له اقدر. قال له انا امنية حياتي بقى ان يا سلام كده نفسي بقى كده في شعر حلو كده ويهفهف كده واعمل قصه كده واقعد اسرحه واجيبه ورا ويمين وشمال، اقعد اعمل اي حاجه لان انا متعقد مش لاقي حاجه اسرحها والدنيا يعني والسطوح فاضي والدنيا صعبه كده. فقال له طب خلاص ماشي، بسم الله. وراح معدي ايديه على راسه، ما شاء الله شعره كله طلع وجميل ما شاء الله، وشعر اسود حلو كده ومسبسب وناعم ومش محتاج بقى لا كريمات ولا يقول لك مش عارف حمام كريم وشامبوات، مش محتاج حاجه خالص، حاجه بقى جميله، حاجه بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى كده ايه. فبص لا الراجل لقى نفسه ما شاء الله مره واحده بقى عنده شعر. قال الحمد لله ما حدش هيتريق عليا بعد النهارده، ما حدش بقى هيقعد يقابلني ويقول لي ازاي اخبارك وعامل ايه وازاي السطوح اخباره ايه ويقعد يتريق عليا. الحمد لله بقى عندي شعر وبقيت جميل وبقيت زي الفل ما شاء الله، وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر. فلا الملك بقى طبعا لما لقى فرحان كده قال له ايه رأيك بقى تيجي نكمل الفرحة بتاعتك؟ قال له يا ريت، هتعمل ايه تاني؟ قال له تحب ايه من المال؟ قال له تقدر تديني؟ قال له اللي انت عايزه هديهولك. قال له والله انا بحب البقر. طبعا كل واحد بيحب حاجة براحته يعني، خد بالك. قال له انا بحب البقر. قال له خلاص. فراح الملك اللي هو جاي له صورة بشر، راح مديله بقرة حامل. البقرة ديت مرت الأيام وولدت كذا بقرة كده وجبروا وتزوجوا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لحد ما شاء الله بقى عنده وادي كبير جدا من البقر بفضل الله سبحانه وتعالى. بقى فرحان طبعا فرحة الدنيا كلها. جه الملك اللي في صورة بشر راح لآخر واحد اللي هو كان أعمى ما بيشوفش بعينين الاتنين. فالملك دخل عليه، السلام عليكم وعليكم السلام. قال له يعني اللي تتمناه انا هديهولك. قال له اي حاجه؟ قال له اي حاجه تتمنى، اي حاجه تخطر على بالك هديها لك. قال له والله امنيه عمري انك ترد لي بصري عشان اشوف الدنيا واشوف الناس واتمتع بالدنيا بقى واتمتع بجمال الدنيا وحلاوه الدنيا، وعلشان اقدر اشوف مصالحي واقدر اروح اشتغل واكل ولادي واعمل واعيش قال له طب ما تشغلش بالك، بسم الله. وراح معدي ايديه من على عينيه، فجأة ما شاء الله الراجل لقى نفسه من غير بقى العمليات جراحية ولا عمليات بالليزر ولا أي حاجة، لقى نفسه بيفتح وشاف الدنيا وشاف السماء والأرض والشجر وشاف الدنيا والزهور والزروع. بقى فرحان جدا، أحمدك يا رب، بقى فرحان قوي. فالملك قال له إيه رأيك نكمل الفرحة؟ قال له نكمل الفرحة. إيه اللي ممكن تعمله معايا تاني؟ قال له أنت بتحب إيه من المال؟ قال له والله أنا بحب الغنم. قال له خلاص. فاداله شاة يعني حامل،
فالشاه بعد كده ولدت وبرضه كتر الأولاد بتوعها، ما شاء الله بقى عنده وادي كبير جدا من الغنم. خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الثلاثة من خلال الملك اللي جاي لهم في صورة بشر. الأبرص راح عنه البرص وبقى عنده وادي من الإبل، والأقرع زال عنه القرع وبقى عنده شعر ما شاء الله وبقى عنده وادي من البقر، والأخير اللي هو الأعمى زال عنه العمى ورجع بقى مبصر ومفتح ما شاء الله وبقى عنده وادي من الغنم. جات الساعة الحاسمة حبايب قلبي علشان يختبروا اختبار كبير جدا جدا، بناء عليه هنعرف مين الأصيل، مين اللي عنده وفاء ومين اللي ما عندوش أصل ولا عنده وفاء، مين اللي بيشكر نعمة ربنا ومين اللي ما بيشكرش نعمة ربنا. وده يا حبايب قلبي اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. نشوف الثلاثة بقى، الأبرص والأقرع والأعمى، عملوا إيه مع نعمة ربنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايات فيها عبر ودروس، قصة كأن